البطاطا بالبشاميل من احسن الاكلات والحلويات اللي بتتعمل في الشتاء. مفيش حد فينا ما بيحبش البطاطا بالبشاميل، بصراحه حلوه قوي وبطريقه سهله جدا. وانا من الناس اللي بحب البطاطا باي نوع بقى، يعني اي انواع البطاطا انا بحبها وبفضل قوي البطاطا البشاميل برضو بحبها قوي، بس انا اي نوع من البطاطا بحبه جدا. فبصراحه حبيت يلا بقى اشارك معاكم الفيديو، يلا بينا نشوف هنعمل بطاطا بالبشاميل ازاي. انا بقى كنت عندي 3 كيلو ونص من البطاطا، قطعت غسلتهم كويس جدا وقشرتها وهقطعها. طبعا اهم حاجه السكينه بتاعه ال وانت بتقطعي البطاطا السكينه تكون حاميه معاكي، لان اصلا البطاطا تحس ان هي ناشفه، والسكينه لو هي بارده مش بتقطع البطاطا معاكي وبتتعبك، لان البطاطا اصلا بتبقى ناشفه. انا عملت 3 كيلو ونص، تسمعوا 3 كيلو ونص تقولوا بس احنا هنعمل ايه 3 4 صواني. بس البطاطا لما بتتسلق وبتتقشر وبتتقطع وبعدين تتسلق وكده، بتبدأ اللي هي خلاص ال3 كيلو ونص دول مش بيكونوا منهم كمية ولا اي حاجة يعني، لا ده بيبقوا حبة صغيرين وكده. طبعا بقى هنقطع البطاطا، وبصراحة يعني تقطيع البطاطا ده بيبقى صعب قوي. كده خلاص بدأنا خلاص نخلص كمية بقى البطاطا معانا. هنخلص طبعا بقى كمية البطاطا دي كلها. البطاطا من الاكلات الحلوة اوي جدا في الشتاء، وان اي حاجة، اي حلويات، اي اكل، اي حاجة هو بيبقى معروفة في الشتاء. يعني بجد الشتاء من النوع اللي عايز كل شوية ان انت تاكلي، بتبقي اصلا جعانة. فبصراحة البطاطا بحسها وجبة كده، يعني مش بحسها حتى حلويات، لا هي وجبة بتشبع جدا. كده بقى كنت خلصت خلاص كمية البطاطا معايا، وجبت حلة على النار. هنزل بيها بقى بالبطاطا. هنزلها كل خلاص كده، خلاص نزلت كل كمية البطاطا، وهنزل عليها كوباية مية بس. وهحط كوبايتين من السكر، عشان طبعا مش هحط سكر تاني. كده خلاص خلصت. لو انت بقى عايزه تحطي فيها عود قرفه من اللي هو الخشب عادي مفيش مشكله، حطي، بس انا ما حطيتش قرفه. واغطيها وهدي النار عليها خالص لمده نص ساعه. هنا بقى البطاطا كانت بعد ما اتسلقت وخلاص، جبتها حطيتها في بولة وهرستها بالهراسة. وبعدين هنزل عليها ب4 معالق من السمنة البلدي. اهم حاجة يا جماعة تحط عليها سمنة بلدي. وبنزل عليها بالزبيب وجوز الهند وبقلب كويس. السمنة البلدي طبعا بحطها عادي جامدة، لان البطاطا سخنة، فهي هتسيح مع سخونية البطاطا وكده. وطبعا بقلب بقى كل المواد كلها مع بعضها لحد ما السمنه تسيح معايا. وبصراحه انا بحب السمنه البلدي قوي مع البطاطا، كفايه اصلا ريحه السمنه البلدي بصراحه بتبقى حلوه قوي. كده انا كنت خلاص قلبتها طبعا كويس جدا، وجبت سرفيس وفضيت البطاطا فيه. وهسويها كويس جدا. طبعا انت بقى بتعملي الكميه اللي بتبقى مريحاكي، والكميه اللي انت حباها بتعمليها، هي مجرد بس بقولك الفكره اللي انا بعملها. وانت بقى بتعملي بقى الكميه المناسبه معاكي، واللي انت عايزاه طبعا بتعمليه. فطبعا بقى خلاص كده انا سويت الصينيه. كده بعد ما سوينا بقى السرفيس وكده، جبت سوداني، وقمت رشها على الوش. انتي بقى بتحطي برضو اللي انتي عايزاه، عايزه تحطي بقى عين جمل، عايزه تحطي فستق، بندق، لوز، اي نوع انتي حباه حطيه. كده بقى هسيب الصينيه بقى السرفيس في جنب لحد ما اخلص بقى البشاميل. هنا بقى كان معايا حله على النار، وكنت حاطه فيها 3 معالق من الزبده. حطيت زبده و5 معالق من الدقيق وقلبتهم كويس. كده بقى نزلت على البشاميل بتاعنا بكوبايتين كوبايتين من الحليب، واللي معايا دوت ده الصوص بتاع البطاطا. يعني الصوص بتاع بعد ما غلت انا خدت منه كوبايه، حطيته عشان ما احط السكر وكده. احط الفانيليا وصوص البطاطا دوت، بكتفي بيه مكان السكر وكده، لان طبعا بيكون فيه سكر بيبقى حلو قوي. كده بقى خلاص البشاميل خلص معانا وما فيهوش اي تكتلات، وحلو جدا جدا. وناعم قوي. فبصراحه بطاطا بالبشاميل يا جماعه لازم تجربوها، بصراحه حلوه قوي 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 قوي. وخصوصا لما بتاخدي من صوص من صوص البطاطا برضو بعد السلق، بتفضيه في كوبايه بيبقى حلو قوي قوي بجد. كده كنت خلصت بقى البشاميل، وجبت السرفيس وفضيت البشاميل فيه. طبقه البشاميل انا بعملها رقيقه بحبها كده يعني، وبحب البطاطا تبقى باينه كده ان انا باكل بطاطا، بحبها جدا يعني. كده خلاص سويت البشاميل، وجبت بقى ده كان معايا وش من اللبن.
جبته وحطيته على الوش. عندك بقى القشطه اللي بتشتريها من المحلات عادي، عندك وش من اللبن، مفيش مشكله برضو عادي. يعني اللي بيبقى عندك مناسب اعمليه. ودخلت على فرن درجه حراره 200، وبيكون الفرن متسخن. كده كنت خلصت الوصفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اعملوا بقى اشتراك للقناه، وكده بقى شكل البطاطا كانت حلوه قوي. بصوا بقى، كده كنا خلصنا وخلاص، وكانت جامده قوي قوي قوي. متنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه، واعملوا لايكات كتير، واعملوا مشاركه. يا رب يكون وصفه النهارده تكون عجبتكم، وتكونوا استفدتوا فعلا من الفيديو، وتقوموا تعملوا اي حاجه حلوه. امشوا على المقادير مظبوطه، الحاجه هتطلع معاكي مظبوطه، وهتطلع معاكي حلوه جدا. وان شاء الله استناكم اشوفكم في فيديو جديد باذن الله.